طب وسيدنا آدم لما أكل التفاح المخير أم مسير؟ أنا خالد زيدان، دي لاشين طقس. صاحبي في الرحلة لما نزلت الفيديو بتاع فيزياء ما كنتش متخيل ان انا ممكن النهاردة ابقى قاعد مع اللي كاتب افيزياء شخصيا معانا ومعاكم النهاردة. خالد زيدان بنفسه بشحمه بلحمه بكل حاجة منور الدنيا يا دكتور. حبيبي يا لاشين، منور أنا لاشين مبسوط توكس كلها. مبسوط جدا. ويعني مبسوط أول حاجة إن أنا قاعد معاك، مبسوط تاني حاجة لأن أنا قاعد معايا انا يا نهار ابيض يا بحترم باشا، انا اللي مبسوط والله انا اللي مبسوط. بحترم الكونتنت جدا بتاعك، بحسك بتشقى جدا في الكونتنت، بحس إن أنت بتحضر بتريسيرش كويس. فما بحبش أطلع بصراحة، ما بحبش أتكلم في بودكاست بصراحة. انا ما شفتكش في حاجة قبل كده بصراحة، فعشان كده ما كانت مفاجأة فيش ما بالنسبة لي فيش ان ده انت. اول بودكاست ليا. فين الكاميرا بتاعتي؟ دي الكاميرا بتاعتي. دي الكاميرا ده بتاعتك يا اول باشا. بودكاست ليا، اول بودكاست ليا مع لاشين توكس. و يعني ان شاء الله مش هبقى اول واحد، مش هبقى اول واخر واحد في لاشين توكس. لسه ان شاء الله. انا متوقع من لاشين ان هو يجيب ناس حلوه جدا، لان انا شايف ان هو بيعمل شغل كويس قوي. يا باشا تسلم لي تسلم لي تسلم لي حبيبي يا لاشين، والله، دي حبيبي. شهادة نعتز بيها جدا جدا جدا. بس انا يعني ما كنتش عارف ان هو ده المكان اللي انت بتصور فيه ده. دي حاجه انا لسه واخد بالي منها. وبعدين انا حاسس ان انا داخل سات، يعني كل حاجه مظبوطه. ال والله الهادز، مجهودات الكاميرات، يعني انا فعلا انا حسيت فعلا ان احنا في حاجه كبيره جدا. بس انت واضح ان انت مجتهد وعارف ان انت بتعمل ايه، فبدأ الستبس بتاعتك مظبوط جدا. فاي هوب ان أصرحك ولا اه نحور؟ نحاول. نحور. اه أنا يا باشا من أول لحظة كنت عارف أنا بعمل إيه جدا جدا، عارف مكان كل حاجة وراصص كفايه كل حاجة مصارحه، زي ما هي صح كفايه كده. مصارحه. نصارح بقى. ايوه. أقسم بيمين الله ولا أفقه أي شيء في القصة دي، أنا بطبش بقالي شهرين. بالمحسوس والله وبالملموم. بالمحسوس وبالملموم فعلا بشوف آه. دي الاضاءه هنا نورت زياده شويه، ايوه، هناك لا مش عارف ايه، لحد ايوه، ايوه. لما وبسال صحابي، ليا صحابي يعني ليا حد من صحابي مدير ماشي، تصوير فاهم شويتين ثلاثه 10 يعني ماشي، في الشغلانه. ماشي. لا، قول قول. ففيدو اخويا جالي مخصوص ورص معايا الست دي، واغلب الحاجات في الست دي بتاعته اصلا اوكي. كانت برضو نقله عظيمه جدا. انا كنت بادئ من حاجه ووصلنا لحاجه بالحب ولا تانية. قبض؟ لا بالحب كله. بالحب، ها. بالحب كله اقسم هي بالله. تفضل ماشيه بالحب. لسه ما قفشناش، لما نقفش من اليوتيوب يا اخواتي نحاسب الناس ونشوف اللي لينا واللي علينا كام. بلاش اللي بيقفشوا من اليوتيوب دلوقتي. لما ما نقفش من اليوتيوب يا اخواتي ايه. مش هنحاسبك يا بيدو خلاص. طيب، انا انا اللي عارف ان عايز انت اقول عايز لك تسال. انا اللي عايز ماشي، اقول لك ماشي. انا عندي بصراحه. برضه اسئله. انا معاك في اي حاجه انت عايز تسالني فيها كده كده، بس خلينا يلا نتكلم نبدا. في اول حاجه الاول خالص. جدا. انت اول حاجه قلتها اول لما قعدنا ان انت مبسوط قوي بالنوع ده من الكونتنت وحبيت ان انت تظهر فيه، تمام. يس، موضوع. ولفت نظرك في وقت من الاوقات لما اتكلمنا عن افيزيا. صح. ومن قبليها اكتشفت ان انت كنت بتتفرج على فيديوز اصلا، اللي هو انا يعني عندي مم. 50 60 فيو وبلاقي في وسطهم خالد زيدان، فاللي هو لا ايوه. قشطه انا تمام انا مكمل، انا ماشي صح كده مليون في المية. انا بستنى الفيديوهات بتاعتك، بستنى الفيديوهات بتاعتك. بحس ان اللي انت بتعمله ده سهل قوي. انا عايز ابقى دقيق في الوصف. اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى موجود، مرمي جدا على اليوتيوب ومرمي جدا على اي بلاتفورم يعني. بس ما اعرفش في تكنيك انت بتعمله ان انت بتجاج ماي اتنشن بطريقه ان انا ببقى عايز اعرف اكتر. ممكن الماسك وده بيدينا شويه كونسبت كده. هو ليه بيتكلم من ورا ماسك؟ او ليه؟ يعني هو مين ده وعايز ايه وليه صاحبي في الرحله؟ انا لاشين ودي لاشين توكس. ما اعرفش، انا لقيت نفسي بتشد. فطلع اول فيديو بالغلط كده، لقيت حد ماسك، فقلت اشوف ايه الموضوع. كان تقريبا عن خواكين فينيكس، وبعدين محمد علي، وبعدين انا بدات بقى اسحب نفسي فيديو ورا فيديو، فاتسحلت وراك. اوكي. وقعدت ان انت بحب جدا ان انت بتابديت يور كونتنت. فمثلا شويه لقيتك بتلعب من غير اي اخر مثلا فيديوهين ثلاثه لقيتك بتجنريت صور وبتعمل ستوري تيلينج بطريقه
بتاد تولز. ده تقريبا يمكن الخامس او سادس فيديو، ده مش ما عملتش فيديوز كتيره، فعجبني ان انت حقيقي حقيقي. بتبروجرس حلو. ف... فبدات ان انا يعني هو ده نوعيه الكونتنت اللي انا عايز اطبل لها وازمر لها، حاسس ان هي تجيب همها. فبرافو يا رشيم، بصراحه انا مبسوط جدا. ده انا اللي مبسوط جدا ان انا والله بسمع لا الكلام ده خالص منك يعني، والله. عموما خالص. بص، هو انا في الاول ما وانت كانش. وانت وانت ديتها فيديو واحد بس ويو الفايرال، لو ده هو الحاجه اللي انت نفسك فيها. بس عموما انا شايف ان انت ممكن تكلم ولاد صغيرين جين الفا، ممكن تكلم ولاد جين زي، ممكن تكلم جيل ميلينيالز. فانت لايق على كل الاجيال، سريع جدا، بتتكلم، بتطور، تحفه طبعا. والله الحمد لله. بص انا في الاول ما كنتش بشتغل باسلوب البارالاكس ايفكتس بتاع الصور اللي بتعدي اه، وتحس ان هي بتزوم ايه وتزوم اوت والكلام ده. البارلاكس؟ بص يا عم ازاي. ايوه. شعبولي الكلام كده. اشرح لك على الاخر، انا حبيت اقول كلمتين ابان فاهم، بس صباح الفل يعني فاهم، احنا بوظنا الحكمه. ايوه. بص يا اخويا، اه. بارالاكسي افكت ده اللي هو بتشوفه في الفيديوز الدوكيومنتري شويه، مم. الحاجات الوثائقيه يعني. احنا مم. بنزوم الكاميرا وبنبان الكاميرا يمين وشمال مم. سنه مع لايرز مختلفه في الصوره، فتبان ان الصوره بتتحرك معاك. مم. اكتشفت ان ده طريق اسهل واسرع علشان ابقى احكي بيه القصه من الفيديوز اللي عاملها اي، لان اوكي. الاي اي في الاول وفي الاخر هو عامل مساعد طبعا، لكن اوكي. ما ينفعش تعتمد عليه بشكل كبير يعني علشان تحكي قصة كاملة، لأن أنا حاولت أدخل اوكي. الموضوع في الشكل السينمائي شوية. تحفه. تحفه. كلمني عن أفيزيا، ما مم. تاخدنيش في الحتة دي، ما تاخدنيش آه. للفيديوز والماسك والحاجات. تعالى نتكلم عن خالد. فيزياء. على فكرة آه. أنت عارف إن أنا قاري لك كتير اه. صح؟ اه. أنت عارف إن أنا قاري لك طبعا. أفيزيا وقاري لك سيرابيوم؟ طبعا. عارف المعلومة دي؟ طبعا. طبعا. طبعا انا عارف ده، وعارف ان انت بالصدفه طلعنا اشتغلنا قبل كده في فيزياء. اشتغلنا قبل كده في فيزياء صح؟ واشتغلنا قبل كده في فيزياء، وبعدين ايام ما خدتنا وودتنا و لحد ما خبطت تاني فيك بالصدفه في اليوتيوب. ماشي حصل. ويمكن عشان كده افيزا طلعت لي وانا بدات اتفرج الظروف خلتنا في وقت من الاوقات نشتغل مع بعض في افيزيا، وبعدين ايام تجيبنا وايام تودينا، وتطلع انت بقى تتكلم في سلسله فيديوهات منها افيزيا اللي انت كان ليك بصمه فيها. اللي انا بحاول افهمه، اللي انا بحاول اعمله عموما في رواياتي، مش بس افيزيا، هو ايه العلاقه مثلا ما بين الروايات والواقع، الروايات والحقيقه، هم. الروايات وان احنا مثلا نكذب، نضحك، نهزر الروايات. وبالتالي هو عموما الروايه فكرتها اصلا الرئيسيه لما الناس بتقرا روايات، او الناس مثلا بتقرا مسرحيات قبل كده، او الناس مثلا بتقرا شورت ستوريز او نوفيلز يعني الناس دي بتبقى هروب من الواقع، هي وسيله للهروب من الواقع. وبالتالي هو احلى حاجه ممكن تعملها في الروايه ان انت تحاكي الواقع بطريقه تقدر تاخد القارئ في رحله غير محموده العواقب، ويبدا ان هو يكتشف مثلا ايه اللي انت كنت عايز توصله، بغض النظر عن ان الموضوع يبقى ديداكتيك ومباشر ووثائقي او. وبالتالي في افيزيا كانت في حاجات شغلانه كتير. يعني كان في افيزيا تعبيريه، وبعدين في اللعنه، وبعدين في فلسفه الانسان مخير او مسير، وبعدين في عندنا فلسفه تانية اللي هو هل هدفع ضريبه غلطات غيري ولا لا. وبعدين حقيقي حقيقي. نروح ونيجي، والسيكولوجي بتاعت الفيزياء كانت صعبه جدا، وفكره وجود الطرف الثالث شكلها عامل ازاي. فانت قاعد طول الوقت يا معلم متزاول من فكره هو الصفحه الجايه ايه اللي هيحصل، ودي الحياه، ان انت مش عارف ايه اللي هيحصل دي بكره. الحياة. حصل حصل. جدا. انا مش نسيلك المزنق مم. اللي انت كنت زانقه لنا مم. بتاع. بص بقى يا باشا، احنا بنحكي من بي او في يا رؤى، نهار ابيض. احنا بنحكي من بي او يا في نهار ابيض. البطله. فكل ايفنت بيحصل جوه الروايه لازم تكون البطله شايفاه، ما هي هتحكيه ازاي؟ اه. طب في ايفنت بيحصل فيه مؤامره بتتدبر من ورا ظهرها، ها بقى هنعملها ازاي بقى يا كنا دكتور؟ بنتشقلب. هنعمل ايه يا دكتور؟ كنا طب بنتشقلب. نخليها شافت، طب نخلي حد حكى لها، طب شافت في حلم. يا نهار ابيض، انت فاكر. وكتاب الله ما كنت فاكر. بتنيمني، والله ما كنت بتنيمني، انا كنت ما بتبهدل. اعرفش، وفاكر قلت لك ايه هو تحدي وهناخده للاخر. هو حصل هو فيرست حصل. بيرسون ناريتور كانت افيزي فيرست بيرسون ناريتور، ووجهه النظر بتاعت
رؤى هي اللي ماشيه معانا، فكأن في كاميرا دايره ورا. من عينين رؤى وماشيه بنتفرج بقى فيها على العالم بتاعها. ايوه دي كانت بالظبط. احلى حاجه في الفيزياء بصراحه. دي كانت احلى، كانت اصعب حاجه مم. ولكن كانت احلى حاجه. وكمان رؤى بتتأتأ وهي بتتكلم، فاحنا مش بس فاحنا فاحنا بنتأتئ واحنا بنهرب بالظبط يعني. بالظبط احنا اصلا بتأتئ وانا بقول دلوقتي. ناس عالي جدا. والله الناس كلها كانت ايوه بتهرب، وكانت يعني ايدينا كانت على قلبنا، اللي هو هل الناس هتتعاطف مع حاجه زي كده ولا لا. كانت دي الحاجه اللي شغلاني طول الوقت. بس انت كنت مراهن ان الناس هتتعاطف معاها. انا ما فاكر. اعرفش جبته منين. ادينا بنلعب يعني، اللعبه ظبطت فخلاص. هي عدت فقشطه. زي الرهانات عدت فقشطه خلاص، ممنوع. حلوه بس عجبني الموضوع، فاخدته معايا في سيرابيوم وبقيت مغرم بالفيرست بيرسون نيتر. بقيت بحبه جدا يا لاشين. بقيت بفكر مثلا ان الفيرست بيرسون نيتر ده انت عارف انت عريان، فانا شايف كل تفصيله انت بتفكر فيها. انا معاك في كل مشهد. ده انا راكب على كتفك كده وبنتفرج مع بعض. انا بحب الستايل ده جدا في الكتابه، جدا جدا جدا. ويمكن ده الافكار، التساؤلات، الاحتمالات، الفرضيات، كاميرا قدامك 6 في 9 طول ما انت بتفكر. فانت هتحب الفيرست بيرسون ناريتور. كان عاملها جون جرين مثلا في ذا فولت ان اور ستارز. كان هو برضه راجل. ايوه. وعامل بنت اللي هي كانت هيزل جريس. فهنا الفكره بقى ان احنا كنا عايزين ريفرنس، فكنا لازم نلاقي ريفرنس عشان نشوف الراجل ازاي بيحكي بنت. فكان في الشقه منه قوي. ايوه. طب ما تيجي نحكي بقى البنات، نسمعهم ايه الموضوع كان شكله عامل ازاي. فالريسيرش كله كان قايم على جندر بيزد بنات. لازم تقري ولازم تقولي الفيدباك بتاعك. مامتك بقى، اختي، صاحبتها، مش عارف مين. البنات اللي قاعدين في الدقي، فاكر شله الدقي بتاعت فيزياء؟ ايوه. عمر هيوديني الهانيمون في بورا بورا. ايوه. ايوه فاكر. ايوه صح. والصرم والشغل ده. ايوه. فبالتالي كانت افيزيا كانت فكرتها قايمه على ما تيجوا نفرجكوا البنات بتفكر ازاي، وانت مالكش اصلا، انت تعرف منين. كنا على الله ان شاء الله. انت على الله ان شاء الله جدا. كنا على الله ان شاء الله خالص. عايزين ماتيريال. وبالتالي لا بس كانت عسل. كانت الجورني نفسها كانت عسل. ايوه يعني فكره انت بتقول مثلا كلمه دايما في التوكس بتاعتك اللي هو ايه، الكنز في الرحله. ايوه ده كان في حلقه من الحلقات، مظبوط. ايوه يعني انا فاكر يا لاشين ان احنا لما كنا بنوصل، هو كان الكنز في رحلتنا. بصراحه فاكر كنز في رحلتنا جدا. فلما كنا في قهاوي وعلى الكورنيش وبتاع. ده احنا قعدنا نحرق ونهري وننكد. انا فاكر بتاع القهوه كان بيبص لنا ازاي، كان فاهمنا غلط والله. ومن هنا بنحب نوجه رساله لعم يوسف. وبتحب الله يا عم يوسف، كنا بنكتب روايه. يعني احنا قاعدين بنحاول نكتب روايه، فانت فاهمنا جواسيس بس احنا بنكتب روايه. مرشدين، اقسم بالله بنكتب روايه يا عم يوسف. قاعدين ورا. انا مش بجد كنا بنعمل ايه. اسمه ايه والله ما فاكر. هو اللي قبل طلعت حرب ده على طول. انا مش في وسط البلد يعني. ايوه وعم يوسف انت رحت له من فتره. انا رحت له من فتره. افتكرك ما لقيتوش. ما لقيتش عم يوسف. لقيت صاحب القهوه بقى. قلت له ما بقاش موجود اصلا. لا عم يوسف ما كانش موجود في اليوم ده. كان شغال ايوه ورديه ثانيه بالظبط. ايوه وبالتالي هو بس والله صاحب المكان كان راجل كريم قوي معايا والله. وجاب لي قهوه ويا لهوي. لسه والله. ده لسه من قريب. ده من كام اسبوع كده والله. وقال لي يا باشا يا نهار ابيض، ده انا فاكر انتوا كنتوا بتقعدوا تكتبوا وبتاع. خد يا باشا. وعزان والله ما رضى ياخد فلوس القهوه لحد دلوقتي. والله العظيم طلعنا من الروايه بقهوه يا عم خالد. يعني اي مصلحه، اي حاجه. استفدت من الروايه طلعت. والله خدت فنجان قهوه بصراحه من الراجل صاحب عم يوسف. ومن هنا بنحب نوجه رساله شكر عم يوسف. هنا عم يوسف. دي كاميرا عم يوسف. دي كاميرا عم يوسف. هنا صاحب القهوه. وبالتالي تعالى نروح لسيرابيوم شويه. لان انا بصراحه بص، انا هقول لك على حاجه. انا كنت شغال النهارده الصبح يا ربي. انا كنت قاعد بكتب في الفيديو اللي هشتغل فيه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. وده هيكون عن جزء منه عن التايم ترافلنج يعني. ولو انت سافرت في الزمن، هل انت بقى هتغير حاجه ولا هتختار نفس الاختيارات؟ ما تقولش. فلسه بقى هنشوف. لا مش ما احنا جايين بقى. ما احنا جايين بقى. مستقبل. ما انا قاعد بفتكر بقى سيرابيوم كانت بتقول ايه. ما تفكرني كده يا دكتور، سيرابيوم كانت بتقول معانا ايه؟
سلام. انت عارف الفكره في ايه يا ماشين؟ مم. ان وانت بتقرا روايه عربيه مصريه خالصه مثلا، ممكن يجيلك احساس ان الروايه دي وسترنايزد كده، ان الروايه دي مش شبهنا. وبالتالي فاهم انت بتتكلم منين. ايوه وبالتالي صح. وبالتالي هي الروايه عربيه مصريه، واللي كتبها اسمه محمد مرعي، والناشر موجود جنبنا هنا في دار السلام، والاشخاص كلهم من الدويقه ورمسيس واكتوبر مم. وفجاه احنا مالنا احنا ومال الميدان اللي هو شبه تايم سكوير، ماله ما انت في ايه؟ مم. ليه مش ليه مش لازوغلي؟ ليه مش يعني انا مش فاهم انت ليه يعمل كده، وايه الاسماء الغريبه دي؟ ايوه. فين يا عم محمد وعمر وسالم فين يوسف بتاع زي ما انت قلت لي من شويه، شعبوا لي شعبولي الدنيا الكلام، شويه. مالك يا عم في ايه وبتاع؟ انت بتتكلم في الثقافه المصريه او في الحاره المصريه او بالظبط. او في الشارع المصري. خلي ما بالك، ودي ينفعش ان انت عبقريه، تهزر دي عبقريه جدا جدا جدا. جدا، ان انت تنقل الفكره دي وتجسدها بشكل اه الحاره المصريه اه والشعب يفهمه والدنيا جميله. هي دي سرابيوم بالنسبه كانت لي فكرتها كده. العبقريه. يعني ايوه سرابيوم طبعا، مش ايوه لازم عشان طبعا. نعمل مثلا حاجه تايم ترافل يبقى لازم تبقى هاي اند. يعني مثلا مش سمير لازم وشهير تكون وبهير، مارفل. بالظبط سمير وشهير وبهير، طب ما ده مش مارفل؟ ماشي اه كوميدي وبتاع وكل حاجه، اه. بس مش مارفل يعني. هو وبعدين هو كل هو باك تو ذا فيوتشر باك بس تو ذا فيوتشر، الشعبولي. باك تو ذا فيوتشر بس. يعني مثلا عارف الزيني هو في سرابيوم هو حد واخد استوديو في وسط البلد على الروف والدنيا حلوه يعني. بالظبط بالظبط. وعنده بيكتب وراجل مكتئب زي اي شاب مصري اصيل، اكتئاب حاد وعلى وشك افكار ضاره جدا. عنده مستار ما بين خطفتني البنت انت دي وما بين خطفه في البنت دي. حته، في اول سين في الروايه وهو مم. بيتفرج على اللابتوب بتاعه، فاتح اللابتوب، مم. يجيله مسج على تويتر، يفتح الفيديو يلاقي نفسه بيقتل غالبا دي نفسه. اللي بعت دي الروايه فين، غالبا اللقطه دي اللي بعت الروايه. اللقطه اللقطه دي اللي بيعديها ما دي بيسكتش. اللقطه دي مرعبه والله. فعلا فعلا اللقطه خطفتني خطفه، لا مش ممكن، مش كانت ممكن. دخله سرياليه جدا، ده كان مقصود. وهنا لو هنعمل مثلا كومباريسون ما بين افيزيا وما بين سرابيوم، مم. هي طريقه السرد في رؤى كانت تميل للدراما الواقعيه، طريقه السرد او الحكي بتاع عارف الزيني بتميل للسرياليه الساخره. مظبوط وبالتالي مظبوط. احنا كنا فيرست خصوصا بيرسون انا نريتور هنا. فاكر في لقائه مع الدكتوره الهام. إلهام، دكتورة إلهام، مظبوط. كان عنده الحتة دي، كان سريالي ساخر جدا فعلا، جدا. وبيتكلم عارف بالتون وهي لما بقت دبش معاه اه هو حبها وعجبته. بالظبط بالظبط. طول ما هي واخده الهاي اند بتاع الثيرابيست وان انت ملتزم مش عارف ايه وبتاع، لا عادي هي كانت لازم ان هي تتكلم بطريقه معينه بس هو كان كاركتر، بتتذاع اللايرز عادي. بتاعته كتيرة جدا يعني. انا فاكر، عارف الزيني ده هو المفروض راجل كاتب، تمام، وفي نفس الوقت بيكتشف ان هو المختار في السرداب بينقله. اللي باي ذا واي، انا فاكر ان احنا كنا بنشغالين في القصه دي قبل ما يبقى فيه دارك. لا 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 مفيش فيه ما دارك، كانش فيه دارك. مش فيه دارك خالص. فاحنا من قبل دارك يا اخوانا. احنا من من قبل قبل دارك دارك بكتير. ومن بعد انترستيلر مفيش، اه. وما كانش لنا علاقه بانترستيلر خالص. ففي دي لاير تانية، ان هو آه. اللي تشوزن، ان هو نيو بتاع ماتريكس. وبعدين لا تعالى بقى، ده انا احمد حسن واحمد مجدي في استوديو الاثنين. ده انا بسف على طوب الارض. جدا جدا جدا. فده كان ده بالنسبه لي كان واو. بص هو مثلا مارفل ودي سي لما بيعملوا حاجه زي كده لازم يطلع ان الماتريكس ده او المختار عموما لازم يختار ما بين الباث ده والباث ده. الريد احنا بيل والبلو بيل الريد بيل بالظبط. والبلو بيل والبلو بيل. يبقى انت دلوقتي مثلا عندك حاجه في مصر زي كده هتلعبها ازاي؟ فهو برضو كذكر شرقي بيفكر اللي هو لو انا عندي سوبر باور مثلا وهلعب مع الفريده وهلعب مع الفريده، طيب ما في اوبشن ثالث يا جماعه اللي ما حدش جاب سيرته، انا مش لاعب. ايوه هو ما ايوه لعبش. ايوه. ما هو ما لعبش دي فكره. برضو شبه عارف الزين، برضو هو ما شبه كانش الروايه. حابب ان هو يستيك تو ذا رولز، هي ميد هيز اون رولز. يعني هو قال لك هي دي الاختيارات، لا انا عندي اختيار ثالث، طب ما انا نطلع بره هطبق ما اختياري نطلع بره الثالث. الصناديق دي كلها. بالظبط كان بالظبط. اليابان كانت عايزاه اللي وامريكا باي كانت ذا واي عايزاه. هو حاجه غريبه جدا، في حتى في الفكره العامه عن البطل بألف وجه، اللي هي رحله البطل، هي حاجه مش موجوده في رحله البطل. وبعدين عارف الزين كان كاتشي قوي جدا عشان متخبط شبهنا.
بالظبط ما كانش بالظبط. عنده قرار شبهنا، ويمكن ده اللي خلاه وما فارق عن كانش بيحب الناس وكان دبش، وكان واضح جدا ان هو دبش، وكان راجل يقول لك لقد غبت ليلة توزيع جينات حصة توزيع الذكاء الاجتماعي. مثلا. فشبه ناس كتيرة، مثلا ايوه ايوه عارف ازاي ما بيعرفش يتكلم، ايوه. مع انه ما عندوش ثقافه عاطفيه، ما عندوش الايموشنال انتليجنس ده مش موجود. لا لا لا، ما عندوش. وبالتالي لما تيجي مثلا تفكر في شخصيه عارف الزيني هتلاقي ان هي مفهومه شبه ناس كتير. واحد متربي في ملجأ ايتام، كبر قعد يقرا كتير، وصل لمستوى معين من القراءه، خول له ان هو يكون كاتب مشهور معروف مغمور، ورغم كده ينقب المجتمع وينقب الاخر وقاعد في الصومعه بتاعته، مش في برج عادي، في برج في عماره في وسط الغابه. اه في شقه جار يعني، صباح الفل. فالفكره انا عارف الزيني شبه ناس كتيره قوي. فمش شرط ان انت تبقى تايم ترافلر ان انت يبقى عندك مثلا زي بيتر بوركر مثلا. مش شرط مثلا ان عارف الزيني مثلا عشان يبقى لازم يبقى ابوه مين، ولازم تبقى امه مين، لازم، مفيش الكلام ده. ما النهج ده اللي انا كنت برضو شايفه، او دي البوينت اوف فيو اللي انا كنت شايفها من النقط العبقريه في اسلوب واحد مثلا زي نجيب محفوظ، ان هو بيجيب لك جدا حدث عالمي كبير جدا، كل الناس بصاله وكل الناس شايفاه، بس هو بيحكيه لك بقى في زوال المدى، بيحكيه لك في بين القصرين، هو في حته حاره شايفها مع شويه شخصيات، قصه عملاقه، رحله البشريه من ايه، حكاها لك في حاره، في اولاد حارتنا مثلا. ما هو حاجه بص يا باشا، رهيبه بالنسبه لي. ما فيش حد زي محفوظ، ما فيش حد هيحكي زي محفوظ، وما فيش حد هيوصل للغه المحفوظيه اللي هو مثلا ما حدش عنده الجرأة ان هو يقول طز وسط الروايه بتاعته. ما حدش عنده الجرأة ان هو يقول مثلا البنت معديه وهي اصلا الديالوج او الحوار بتاعه يبقى لغه عربيه فصحى، ويقول لك مثلا اللهم صل على النبي، تقرأ تقرأ اللهم صل على النبي، وتسمع بالعاميه المصريه تسمع اللهم صل عليك يا نبي، عارف انت. ايوه ايوه وبالتالي ايوه اللغه ايوه. المحفوظيه كانت دايما فيها ايدج كده غريب، انت مش هتعرف تظبطه، انا فاهمك. يتعمل عليها وانا رسائل لما كنت وماجستيرات بقول ان ودكتوراه هي جزء من العبقريه اللي انا شايفها لكاتب كبير زي ده، انا ما كنتش بكومبير، لان الكومباريزن ظلمه طبعا، بس انت المقصود عايزك ان ما تحطنيش بعد كده يعني، أو ما بعد كده ما تحطنيش مع محفوظ ودورستوفسكي باشا لو سمحت لو ومصطفى سمحت محمود لو سمحت، لا 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 والله لا، هقول لك على حاجه، تحطنيش بعدين يا عم، كسبت بص، قوي يعني. مدام لا خالص والله، خالص والله، بص دي اعمال خدت قدرها جدا جدا جدا، واعمال عظيمه لا يختلف عليها اتنين، لكن اللي انت عملته برضه هو مش قليل ومش سهل، وانا شايف ان تقديره يكون موجود بين الاعمال دي عادي خالص خالص خالص، لانه ليه ابعاد فلسفيه زي الاعمال دي بالظبط. والله فاحنا الله ما يسترك اختلفناش، لا والله الله خالص فعلا. يسترك. ابعاد فلسفيه كبيره جدا، احنا مسيرين ولا مخيرين في رحله واحده ملعونه من الاف السنين، ده ايه ده؟ 25 هو باختصار ده واو. هو ده باختصار، واو يا باشا. انا شايف ان الفن باختصار، الادب باختصار، هو محاكاة الواقع بأبسط صورة ممكنة، بأبسط صورة ممكنة. طيب على وبالتالي ذكر محاكاة الواقع بأبسط صورة ممكنة، مم. فين الصور اللي جاية يا دكتور؟ أنا من شغالين قرائك، والله أنا من العظيم، شغالين قرائك. وشغالين حاجة على حاجة حلوة أوي، وشغالين وهمتك معانا بقى، هنحتاج مساعدتك طبعا. يا باشا ده شرف ليا. لا بجد هنحتاج مساعدتك جدا الفترة اللي جاية دي، ولكن أنا شغال على حاجة دلوقتي، ولكن واضح إن أنا اتكلمت في حلقة اللي هو أفكارك، أنت محاسب ولا أفكار، أيوه ولا أيوه، أفكار، أنت محبوس أفكارك جوه هي أفكارك ولا محبوسة هي اللي جوه أفكار، حبساك؟ محبوس جوه أفكارك، أيوه ولا أفكارك هي اللي حبساك. أيوه. أنا أعتقد إن أنا محاصر بأفكار إن التاريخ ما هي إلا صورة من صور الحاضر، مم. والحاضر سيتجدد في المستقبل بأشكال وأطوار مختلفة. وبالتالي أنا الحوار ده شاغلني جدا، الحوار ده شاغلني جدا. هل إحنا جوه لوب عمال بيتعاد بأشكال مختلفة؟ لأن بص مثلا على الحروب، بص مثلا على أشكال المعاناة، بص مثلا على أشكال المجاعات، بص على أشكال الديستوبيا القاتمة، وبص على أشكال اليوتوبيا وحياة الرفاهية والبذخ هتلاقي ان هو تتقاطع صور كتير قوي مع العصر الفيكتوري، مع العصر البيزنطي، مع العصر، يعني هتلاقي والله حتى العصر الحديث يعني هو هتلاقي قيام بالظبط. وانهيار أغلب الدول العظيمة أو الإمبراطوريات العملاقة متشابه جدا. والفيصل في الاشياء دي ان غالبا القران، مش غالبا يعني، هو القران فعلا قدر ان هو يحدد
الباترنز بتاعت الحاجات كلها. وبالتالي انا رجوعا للحته بتاعتك يا لاشين، انا حاسس ان انا مش قادر اطلع من فكره ان الروايه يبقى فيها 2 تايم لاين، خط زمني قديم وخط زمني حديث معاصر، وانت مهما جريت في الروايه هتتقاطع at some point they will intersect. وبالتالي هنا السؤال قد ايه اللوب عماله بتلف، قد ايه احنا مش بنقرا تاريخ، قد ايه عندنا مشكله كبيره جدا في قراءه التاريخ، ولو قرانا لا نفهم ولا نعي التاريخ، وبعد كده بنتفاجئ باحداث بتحصل حصلت اوريدي وبتتكرر وهتتكرر، وكل مره انت بتتفاجئ باشا. هل ده عدم وعي، هل ده قله قراءه. فارجع تاني للفكره الرئيسيه اللي هو انا محاصر من فكرتين. فيرست بيرسون ناريتور، الراوي الاول. كفايه بقى. لا خالص، الراوي الاول، لان الراوي الاول ده جزء اصيل من متعه الروايه، هو ان انت تسمع وتشوف وتحس وتتعاطف مع البطل. لان زي ما انت عارف الاشين، الروايه نوعين، كاركتر دريفن وبلوت دريفن فورم. وبالتالي الجزء العظيم جدا ان انت تاخد البلوت، بس عمرك ما يوصل لك المشاعر غير لما تعيش مأساة البطل، مأساة الحلاج مثلا. وبالتالي انت لما تشوف البطل غير لما حد يحكي لك عنه. انا فاهم قصدك. فالبي او في خلي بالك احنا عندنا مشاكل وعندنا اقساط وعندنا ديون وعندنا جري وعايزين نلحق ده وعايزين نلحق ده، فانت بقيت محمل باثقال رهيبه. فجزء من الفيرست بيرسون ناريتور، خليني اقول لك مثلا ده حاجه ممكن تبقى اكسكلوسيف. انا بحاول ان انا اتعافى من الهموم اللي عندي، باي ان انا اتيك شيد اوف البطل ده وابدا ان انا امشي. عارف ازاي؟ في حته مني، رؤى الشباب فيها حته مني. وبعدين الروايه الجديده مثلا لما اجي اعمل فيرست بيرسون ناريتور، برضو هو في حته مني انت ما تقدرش. يعني مثلا هل الكاتب اللي هو بيتسأل اللي هو هل البطل ده بيان مين ممكن يبقى شبهك ولا مش شبهك؟ انت مهما اجتهدت في فكره لا ده بيعبر عن فلسفته وبيعبر عن فكرته ومنظوره الخزعبلي في مليون في المية واخد حتة منه. ازاي مليون في المية. معقوله؟ ولا سطر ولا شيد اوف شيدز ولا حته معينه؟ استحالة. لا ولا استحالة طبعا. ازاي عملتها؟ ازاي يا ابن الذين؟ حربايه. استحالة. حربايه. استحالة يا باشا. فما تقدرش. انا يعني فاهمك جدا، بس يا اما انت معايش لدرجه رهيبه، ودي عواقبها بتبقى وخيمه. هيث ليدجر مثلا، روبن ويليامز، ومتوحد مع افكار معينه، اتجاهاتها. وبالتالي او ان ده في جزء منك هو بيحاول يتحرر وانت قافشه وماسك فيه. وبالتالي ده اول حاجه ان احنا لازم نتعافى من خلال الكتاب. وبالتالي لو فتحت شازلونج دلوقتي وقعدت مثلا حجزت ثيرابي سيشن وقعدت مع الدكتور سيشن او تاني ولا شيء، مفيش هو تاني او ثالث سيشن هتاخد اجراء كتابي وهيقول لك او هتقول لك اكتب لازم. ولو ما كتبتش مش هتتعالج. لو ما طلعتش ده، لان خلاص معظم الناس المكتئبه او بيعانوا من درجه من درجات الاكتئاب، هو الجردل اتملى وبدا يدلدق وانت كاتم وساكت، فبيطلع على جسمك، بيطلع على افكارك، وبيطلع وبتقعد فوق الغطاء. وبالتالي جزء رهيب جدا هو المصارحه والكشف. فالروايه هو جزء من العلاج النفسي. ما نقدرش نقول مثلا ان الكاتب ده بيكتب غير بقى الكتاب اللي هو بتمتهن الكتابه لاغراض تانية. انا عايز ان انا اتحقق بشكل ما، انا عايز ان انا امضي، انا عايز ان انا اعمل، انا عايز ان انا شعبيه، انا عايز. وبالتالي الكتابه ممكن في وقت من الاوقات هو ويتشز على فكره انا يعني مفيش مشكله خالص. بس هو الفكره ان انت تبقى واضح وصريح مع نفسك. ايه البيربس بتاعك من جراء الكتابه؟ انا مثلا بقالي داخل في 8-9 سنين اكتر يعني كاتب روايتين وانا مبسوط. انا بشتغل على الروايه، ما بحسش ان انا مثلا محتاج ان انا انزل روايه كل 6-7 دقائق يعني. مفهوم طبعا. بس يعني الفكره ان انت لما عملت حاجه جامده قوي وكبيره قوي ومفرقعه قوي، فانا مستني اللي بعديه. صدقني يا لاشين اللي بيكتب عشان يا باشا يهدني من اول ما قلت لي ان في 2 تايم لاينز اصلا، واحد قديم وواحد جديد. ما تسحبنيش الله يكرمك. هعمل حاجه شبهي في الاول وفي الاخر. انا عايش مره فتكتب الحاجات اللي شبهك، تكتب الحاجات اللي انت عايز تكتبها.
مش عايز اقول كلمه بس راي الناس لو انت احترمته ده مفيش مشكله. ولكن لو مشيت ورا كلام الناس وقعدت منتظر كلام الناس وقعدت بتراقب كلام الناس ومش بتكتب ليك، ونراقب الناس ما تهمل. وبالتالي لما تيجي مثلا تكتب انت صحيح. لازم تسال نفسك سؤال: هو انا بكتب ليه؟ انا بكتب عشان بتبص، انا بكتب عشان كيكي. في ناس كيفها مخدرات، في ناس كيفها سجاير، في ناس في ناس انا كيكي كتابه. وبالتالي انا لما بكتب انا ببقى مبسوط بالمشهد، ببقى مش ما مستعجل هو عشان المشهد الكتابه اللي من البوينت اوف فيو دي هي اللي بتعلي المورفين. جدا فانا اكسايتد فشخ، انا مستني الروايه اللي جايه، فاهم؟ جدا. انا من زمن فين؟ انت عارف ان احنا في زمن في 2025 دلوقتي. الفكره ان انت توصل اصلا للجمهور من خلال محتوى مكتوب، صعب ده قوي، صعب من قوي 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 سابع قوي، المستحيلات. صعب قوي قوي. وبالتالي فكره ان الناس مستنيه وبتنتظر ومستنيه الروايه. بص، انا عندي راي صغير في النقطه دي تحديدا. بص، انا شايف، انا شخصيا لما اتربيت على القرايه، لان وقت لما انا كنت بكبر ما كانش التكنولوجي وصلت غير للقرايه، وقناتين تلفزيون بيعرضوا برامج عيانه شويه يعني. يلا يا مغامره باشا. الخمسه وخط الرعب وفلاش وميكي جيب، فانا جاي من هناك خالص. انا بقول لك انا كنت بدخل الحمام اقرا اللي على ازازه الشامبو، فاهم؟ انا بعيد قوي. فهتقعد تقرا حاجه في حاجه في حاجه في حاجه، مره واحده لقيت نفسي داخل في سكه عبقريات تجمع ونجيب 2.5 محفوظ وتطلع ومش على عارف مصيف ايه. مسجد الرضوان تجيب لك لا، ومعرض الكتاب ده كان الليله عيد ده، يا نهار ابيض، ده انا بنزل انا وبابا معرض الكتاب ده احنا كنا كنا بنستنى معرض الكتاب قوي. قوي احنا قوي كنا بنستنى قوي. معرض الكتاب قوي. طب طب انا انا عندي عندي سؤال، سؤال قول لي. انا عندي سؤال ايه حكايه الماسك؟ ترى هقول الحته دي انا هحط فيها في المونتاج صوت صرصور الحقل كده، اللي هي تي 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 دي. بص يا باشا، انا يعني وقت لما بدات اشتغل في الكونتنت، هو كان قرار عشوائي جدا جدا، لكن انا كنت شايف ان انا عندي حاجه قادر اقولها يعني، او عندي حاجه احكيها. زي ما كنت بكلمك، انا اتربيت على القرايه وشفت القرايه هي الحاجه المين بالنسبه لي، لكن لقيتها ان هي طريقه لايصال فكره او ايصال معلومه، زي ما المشاهده طريقه تانية لايصال فكره او معلومه، زي ما حاجه تانية. طب ما انا ممكن اخلي لك الكتب دي او الافلام دي تشوفها من بوينت اوف فيو مختلفه. انا هحكي لك القصص وارص لك الستوري قدامك، تسمعها، تسمع الهوا، تسمع المطره، تسمع كل حاجه، تبقى جوه السين، فيوصل لك افكار الناس اللي كتبت الكلام ده من الاف السنين دلوقتي بتكنولوجي دلوقتي باسلوب دلوقتي. كان عندي الفكره عن ده، بس ما كنتش عارف ابتديها ازاي او اتكلم فيها ازاي. الوقت اللي انا قررت ان انا ابتدي فيه، وكنت ببتدي بسيت اب عبيط قبل ما طبعا فيديو يجهز لي الكلام ده. شكرا يا عم فيديو، على دماغي يا عم فيديو. فما كانش مناسب قوي بالنسبه لي ان انا اظهر في كونتنت على يوتيوب او حاجه زي كده لظروف شخصيه يعني. بس كنت حابب قوي ان انا ابتدي، وكنت شايف ان كل اللي حواليا بيقولوا لي جاست دو ات يا باشا، دوس ريكورد واقعد قدام الكاميرا احرق ايوه وهتلاقي يا الدنيا باشا، بتيجي. برضو ليه أنا لسه ما اعرفش. فزي ما لسه قايل، والله هو كان ظرف شخصي في وقت من الاوقات، ولسه انا مش شايف نفسي مستعد لسه ان انا اواجه البني ادمين على يوتيوب او في اي حته تانية ثانية، هو انت بالنوع ده من هتقلع الماسك الكونتنت. في وقت من الأوقات؟ وارد جدا جدا جدا، يعني انا فعلا بكونسيدرت جدا، يعني انت لكن شايف ان الماسك ده هو فيز، هو فيز حالة معينة، الا ولا لو في وقت من الاوقات حسيت ان الكونتنت مرتبط بيه، او ممكن في وقت من الاوقات يبقى الماسك جزء من الديكوريشن. انا لسه مش عارف شكل الكونتنت اللي بس انت هيتطور معايا بتلبس الماسك لفين. عشان ده كاتشي مثلا وهياخد العين، ولا ده جزء من والله دي التلكيكه اللي انا بتلكك بيها علشان البس الماسك، اللي هو دفاع عن نفسك؟ جايز يكون كاتشي، والله صباح الفل. انما لا، هو في الحقيقه والله هو الموضوع انه يعني ما كانش وقت مناسب خالص ان انا اعمل اصل انا عارف فيه ده. شكلك، ما انا عارف ان يعني انت عارف انا شكلي. كده كده عارف. انا عارف ان انت عارف شكلي. انا تمام. انا فتحت لك الباب كده. كانت تبقى حاجه مريبه فشخ. حلوه دي. مش جاي كنت معانا متخيل لو ده. حد معدي كده وانت فاهم ايه يا باشا؟ يا باشا طب انت ده هو طالع في راجل الزباله محترم بتاع، فاهم؟ جمل. يا باشا انا بشوفك محترم نازل شغلك الصبح وراجع، انت مالك في ايه؟ مش ده الماسك ايه يعني. يا اسطى في ايه؟ طيب خلينا بقى نختم بحاجه، بسؤال جميل قوي. احنا اخبارنا ايه مع السيناريوهات؟ اخبارنا ايه مع السينما؟ انا قاعد مستني افيزيا دي اشوفها قدامي لما ايه يا دكتور. والله انا زي زيك، والله انا زي زيك.
بص تقدر تحاسبني على الروايه كما شئت، بس ما تقدرش تحاسبني على الافلام او المسلسلات، لان هي مش في ايدي. انا متاكد هي بجد مش في ايدي. وانا يعني اول حاجه الوحيده اللي ممكن اعملها ان مثلا لو في حاجه عقدها خلص، نشوف هل هنبروسيد بطريقه تانية مع نفس البروديوسر، ولا هنروح فانا I did my part، اللي هو بالك ان دي إحنا مشكله بعناها. بيقع فيها كتاب كتير يا طب اروح فين باشا. تاني؟ تراب ما الماس أنا فضلت بعتها. مع احمد حلمي 13 سنه فاهم، فاهم؟ وفي الاخر عملها آسر ياسين. بس فاحنا هتيجي ان شاء الله. هي اصل انا على عيني، انا شايف السيناريوهات جاهزه، فهو أيوة. العطله مش هنا. انا متاكد ان العطله مش هنا. فمنتجين ايه انت متخيل مين؟ عايز اسالك سؤال، متخيل مين رؤى؟ حلو ده. احنا كنا شايفينها مين واحنا شغالين؟ واحنا شغالين، ده كان في 2013 و2014. فكان في ناس كتير لسه ما ظهرتش اصلا. واو، كان مثلا منى شلبي هي رقم واحد مثلا، هي ما زالت منى شلبي رقم ما واحد. زالت منى شلبي طبعا. احنا ممكن آية سماحة مثلا هي سماح. جدا. طب شايف مين فارس؟ انا مهم قوي بالنسبه لي فارس، خلي بالك. عصام عمر. لو عصام عمر قدر يلعب فارس، هتبقى حاجه unexpected خالص، هتبقى حاجه غير متوقعه يعني. عصام عمر لان هو حربايه، انا بحسه عصام حربايه. عمر شاطر فشخ. شاطر فشخ. انا بحس ان عصام عمر ممكن يلبس اي حاجه وممكن يعمل اي حاجه، وحاسس ان عصام عمر ممكن يدي الايدج اللي كان عمله فارس، وينتحل شخصيه ما ويبدا. على فكره انا من وجهه نظري في الروايه دي رؤى هي طبعا الهيروين اللي واخده الكاميرا الليد بتاعتها. بص ما تفتحش القصه دي، لان هما مش هيسكتوا. باشا فارس على فكره مش هيسكتوا والله، لان في فانز لفارس وفي فانز للرؤى. بس انا هقول لك على حاجه، مثلا في سيرابيوم، انت متخيل مثلا مين ممكن يبقى بطل سيرابيوم؟ انا اجيب لك حاجه. وقتها انا كنت شايف آسر ياسين، لكن دلوقتي ممكن مين مثلا؟ قول انت بقى. طب هل تتوقع دور زي ده من طه دسوقي؟ جدا. صح كده؟ صح كده. انت شفت اللي في دماغي؟ بص طه فشخ. طيب اقول لك بقى على حاجه. اقول لك بقى رقم واحد مين؟ هشام ماجد. هشام ماجد ليه بقى؟ هشام ماجد ليه؟ الكاتب المكتئب ده هيبقى جعان للدور ده. شفته في بضع ساعات في يوم ما. طيب هيدي الإدج ده وعلى فكره هيعرف يسخر جدا، وهيعرف ان هو يكتئب جدا. طب اجيب لك اللي انقح بقى، او اجيب لك اللي انقح. امير عيد بيعمل دور ساخر سريالي مكتئب. تيبيكال. ايوه. لا هو امير عيد تويتر بس ما جاتش في دماغي خالص. فكر فيها. امير عيد وهو بيقتل نفسه. على فكره هو امير عيد مش هيعيش. هو امير عيد هيفت. هو هيفت جدا. هيفت يعني. بس خلينا متفقين على هو الدور من صياعته، فانت ممكن تشوفه في اكتر من بني ادم، ومشته جميله، وفي اكتر من بني ادم شطار فيه يعني. سماع حلو، والسرياليه فيها كانت حلوه جدا، مكتوب حلو. واخد الويتي كاركتر قوي، صريح دبش. انا بحب عارف ازاي جدا. على فكره الناس اكتر بتحب رؤى، انا عارف يعني، كفيرست بيرسون ناريتور بطل لحد النهارده، عشان بنات اكتر. جمهور البنات اكتر. ايوه. البنات مغرمين برؤى. خالد انا مش قادر اقول لك انا مبسوط قد ايه، واتشرفت قد ايه والله بجد ان انت معانا. انا اول مره اعمل بودكاست، خلي بالك، فدي حاجه يعني انا لسه بجرب، فيا رب اكون عند حسن ظنكم، يعني حسن ظنكم، عشان انا مش عارف احنا ماشيين تمام ولا ايه. حبيبي يا اخويا، واتبسطت قوي بالقعده الجميله دي معاك والله شرف ليا جدا. مبسوط، ونتقابل قريب ان شاء الله على خير. اكيد باذن الله. احييك وبشكرك على الكونتنت الجميل. استمر. تسلم لي. كمل بنفس البلان، وكمل بنفس البيس اللي انت ماشي فيه. في واحده ان شاء الله هتفرقع وهتكر كل ده. بتكونوا اتبسطتوا، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وهي اكيد لازم تعجبكم بصراحه بحضور مميز زي ده يعني. والاسبوع اللي جاي انا تهيالي قلنا هنت جامد قوي يعني عن انترستيلر وحاجات وسفر في الزمن ومش عارف ايه، فمش هحرق عليكم قوي. استنوا الحلقه الجايه. سلام.